الدومة عم تحرجني قدام أهلي، قالت إنه إمتى بدنا ندوق الكبة تبعك؟ ولا بحياتي عملت كبة، ومرت ماما هون. تعال نعمل كبة. إلهان رح أعمل كبة عراقية لأنه كبة سوريا إسا أصاب. بنقطع بصل وبنحطه على نار، وبعدين بنحط اللحمات وبنقلب حتى يصير تقريبا جاهزين. بعدين بنحط ملح، سباي بهارات وشوية قرفة، يعني هيك حسب البركة. بعدين شوية صنوبر، وبس يبردوا بنحط بقدونس. هلا بنحط كاسين رز بلا غسيل بلا كوي. بعدين بنحط لتر مي عم تغلي، شوية كركم مشان اللون، وبنغطيها حتى تروح مي كلها وتصير هيك. بنقلب حتى تنكمش الأجينة. بعدين جبت هاي تايت بطاطا مشان تصير أجينة إسا أحسن. شوف ما أحلاها. حطيت شوي زيت وهلا بنقجنها. طبعا هي لازم يكون زوجك عم يساعدك، بس وين زوجي بالمول ما أحلي. بسيطة هيك لازم تصير عجينة ظريفة ولطيفة، وبنعمل طابات حتى تكونوا القد بعضهم. هلا بنكبكب. طبعا هذا فيديو ما مشان اعلمكم كيف واحد يعمل كبه، لانه انتم معلمين بتعرفوا اكثر مني واحسن مني، بس هذا فيديو مشان قدومه، مشان ما تقول انه انا جبت من برا هيك شغلات. لا، انا عملت واحد شيء بايدي. ليكم احلى، لازم اكون رقيقه اكثر، نعملكم رقيقه اكثر، بس ليكم احلى. ما بيستاهل لايك، بيستاهل لايك لا ايزابيل معلمه. نعمل حشوه ومنسكره. صحيح كل واحد هيك الشكل، بس يعني كبة أحسن من بلا كبة. ليكم ما أحلى. ونفس الشي عملت مع كل طابات، وأخذت معي بس ساعتين. وهلا خلصنا الكبة. شكلهم زعلانين، ولا واحد بتشبهه تاني، بس ليكو كبة أحسن من بلا كبة. هلا بنحطيهم بالفريزر، وبعدين على قلي بقليهم بزيت كتير حامي، وما بنحركهم أبدا. اسمع يا إلهي. شفتوا هذا ممكن انتوا تقدميه مثلا مع سلطة، ولا مثلا مع لبن، يعني حسب انتوا البركة. بنجرب، خلينا نجرب بعدين. وهيك صار شكلهم ماشي حالهم. ما بدكم تشوفوا رياكشن اهلي؟ بابا اول شي فكر بطاطا، بس لما ضاق طار عاله. وامي صارت تحكي عربي قد ما طيبين. فهمت. باي بس قدومة، ما بعرف اذا عم تحكي عن جد ولا عم تمزح. يا الله يا الله، مكتوب هذا شو هذا يا زلمه؟